أهلا وسهلا ومرحبا بكم. العدد اليوم من برنامج اختار سؤالك. سعداء بلقائكم مرة واحدة أخرى، نعيش تجربة أخرى ورحلة أخرى للعلم والمعرفة والمتعة أيضا. وش رايكم استقبلوا المتنافسين تاع اليوم؟ رحبوا معايا جميعا بأحمد لطفي سليماني، أمينة بن عويشة، موسى معوشي، وحسيبة سعلي. مرحبا بكم جميعا، مرحبا بكل جمهورنا اللي حاضر معايا. تحية على نفوسكم. وانطلاقة البرنامج تعودتوا عليها الآن، راح تبدأ بمرحلة التصفيات. من هؤلاء الأربعة يكون أول وثاني متأهل اللي يروح معنا المرحلة الثانية، لأنه المرحلة الأولى تبدأ الآن. برنامج اختار سؤالك. شكرا لكل من اختار هذا البرنامج واختار التلفزيون الجزائري لمتابعة حلقة اليوم اللي نستقبل فيها 4 متنافسين نعيشوا 4 تجارب إنسانية بداية قبل اللعب وقبل الفوز، لأنه أيضا الفوز مهم، الفوز بالسيارة أو بالمبلغ المالي المحترم. ايش رايكم في جمهور اليوم؟ هايل. غير انت اللي قلت هاي، حبيت يكونوا معاك اكيد. يلا رحبوا معايا اليوم باحمد لطفي سليماني. مرحبا بك. بك والو. منين جيتنا نتعرفوا عليك؟ احمد لطفي سليماني من ولايه بشار. متشرفين بك. اول مشارك معنا من بشار. الله يسلمك. راح تفتح الباب لكثير من المشاركين اكيد ان شاء الله. كيف شاركت في البرنامج؟ عبر الاس ام اس. كانت في شهر رمضان، شفت لقطات من الحصه وبعثت اس ام اس فيه الاسم واللقب وخرجت. امينه بن عويشه، مرحبا بك معنا. أمينة بن عويشة بويرة. بويرة. تياس وماركتينغ. متشرفين بك. اللي من بويرة كلهم يضحكوا هكذا كيما انت؟ ما شاء الله. يلا اروحوا تاع بويرة اروحوا. موسى معوشي، مرحبا بك. وبكم. سعداء اللي نلقاوك معنا اليوم. تعرفوا عليك؟ معوشي موسى من بلدية فرعون، دائرة أميزور، ولاية بجاية. العمر 38 سنة، معلم لغة عربية في الطور الابتدائي. معلم النشء. يقال انه التعامل مع الصغار اصعب من التعامل في الثانويه وفي لكل مرحلة يعني. لا، لكن صعوبة الابتدائي مميزات خاصة. وش مميزات الجيل اللي راهو جاي للجزائر؟ نقولوا يبشر بالخير إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. شوف حسيبة سعلي، حتى الألوان الوطنية هذا الطول راهي معاها. حسيبة نتعرفوا عليك. مساء الخير. مساء النور، السلام عليكم. حسيبة سعلي من مدينة وهران. بنت الباهية، أعطونا تحية على الباهية. مش بالضرورة الولايات الأخرى ما يحبهمش، لكن أمينة تضحك. السؤال: أين تقع منظمة الصحة العالمية؟ مقر منظمة الصحة العالمية هي جنيف. موسى، أول نقطة ليك. هي جنيف سويسرا، أول نقطة. السؤال الموالي يقول: ماذا يطلق على أبعد نقطة يصل إليها البصر؟ موسى. الأفق. المدى أو الأفق. تحية كبيرة موسى، ثاني نقطة ليك. نصل وإياكم إلى
السؤال يقول الأول يقول ما هي أصغر القارات؟ يلا حسيبة. أستراليا. إن شاء إجابة الله. صحيحة والنقطة الحسيبة. كأنك ما كنتيش واثقة، كان 5 قارات يعني. السؤال الثاني يقول حرير ولا دودة القز؟ دودة القز. اللي هي دودة دودة الحرير. الحرير. إجابتك صحيحة، ثاني نقطة لك حسيبة. ما دور البنكرياس؟ الأنسولين، إفراز الأنسولين. ها؟ إفراز الأنسولين. إفراز الأنسولين في الجسم الذي يعدل نسبة السكر في الدم. إجابتك صحيحة، ثاني نقطة الحسيبة. السؤال الموالي يقول ما اسم هذا الطبع الغذائي؟ أمينة. قناوي. أول نقطة الأمينة. السؤال الموالي يقول لماذا تسمع الرعد بعد ظهور البرق مع حدوثهما في آن واحد؟ أمينة. لأن سرعة الصوت أسرع، الصوت أسرع من الضوء. الضوء أسرع من الصوت. وتصلح، وثاني نقطة ليك يا أمينة. لأن الضوء أسرع من الصوت. كم كانت نتيجة المباراة النهائية لكأس العالم 98 في فرنسا التي جمعت بين البرازيل والفرنسا؟ يلا أحمد لطفي. 3-0 لصالح فرنسا. شكون سجل؟ هدفين من زيدان والثالث كان من بوتي. إجابة صحيحة والنقطة ليك يا أحمد لطفي. عن أي بلد استقلت أمريكا؟ موسى. عن بريطانيا. عن بريطانيا. نعم. تعتقد أن بريطانيا كانت متأكد أو من أمريكا؟ عن بريطانيا. تعرف على الأقل جورج واشنطن، وكان هو أول رئيس للولايات المتحدة الأمرريكية. لا سنة الاستقلال أو يوم الاستقلال معروف جدا يعني مرتبط. 4 جويليا 4 جويليا سنة 1776. وإجابتك صحيحة، ثالث نقطة لموسى. من هو الخليفة الذي دعا إلى تدوين الحديث الشريف؟ من هو الخليفة الذي دعا إلى تدوين الحديث الشريف؟ موسى. هو الخليفة الخامس عمر بن عبد العزيز في الدولة الأموية. خامس الخلفاء الراشدين. إجابتك صحيحة. وموسى أول متأهل معانا، ألف مبروك، خذ مكانك. من حسيبة؟ أمينة بنقطتين، 3 نقاط لحسيبة ونقطة واحدة لأحمد لطفي. من منكم سيكون ثاني متأهل؟ السؤال يقول هو سؤال موسيقي، نوصل السؤال الموسيقي الثاني راح نسمعه ثم يجيكم السؤال. شكرا لجمهورنا. السؤال يقول هذه الأغنية أغنية سيدي منصور للفنان، مازال ما أعطيتش السؤال، مازال أمينة، مازال حسيبة. الأغنية سيدي منصور لصابر الفنان صابر الرباعي. أين يقع ضريح سيدي منصور؟ حسيبة. بتونس. أين؟ إذا عرفنا أنه صابر الرباعي تونسي في أحمد لطفي. في صفاقس. إجابتك صحيحة أحمد لطفي. سيدي منصور بلدة ساحلية تونسية صغيرة تقع على بعد حوالي 14 كيلومتر شرق مدينة صفاقس. سميت كذلك احتضانها ضريح الولي الصالح سيدي منصور الذي يقال أنه كان زنجي، وسمي أيضا الطريق الذي يربطها من صفاقس باسمها، وكذلك المسرح الصيفي الموجود على هذا الطريق والذي يعرف باحتضانه كل سنة في الصائفة، خاصة مهرجان صفاقس الدولي. أكمل الحديث الشريف التالي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للسائل حق وإن جاء على أحمد لطفي. السائل حق ولو جاء على فرس. إجابتك صحيحة أحمد لطفي. من مؤلف رواية البؤساء؟ من مؤلف
رواية البؤساء أمينة. فيكتور هيغو. إجابتك صحيحة أمينة. نوصل وإياكم 3 نقاط لحسيبة، 3 نقاط لأمينة، 3 نقاط لأحمد لطفي. من سيكون ثاني متأهل لدينا؟ النقطة الموالية راح تكون لواحد منهم، فمن سيكون؟ أكمل المثل التالي: من حفر جبا لأخيه حسيبة وقع فيه. إجابتك صحيحة، رابع نقطة ليك. ثاني متأهلة معنا حسيبة، خذي مكانك. أحمد لطفي. نشكركم على الدعوة، وكانت فرصة طيبة أني حضرت وشاركت في الحصة هذه. احنا سعداء أيضا. وش قصة الجامعة والتدريس في الجامعة لأول يوم؟ نظن لك أول يوم في الجامعة لا، كمدرس. كان عندي مدة من اللي درست. آه. درست كأستاذ مؤقت، وكنت كان في سني 23 سنة، كنت أصغر أستاذ مؤقت في هذاك الوقت. ومرة دخلت أنا ومجموعة من الطلبة، وكان بينهم طالب أكبر مني سنا، فلقينا أستاذ كان في الحصة اللي قبلنا تكلم معه مشي معه. تكلم مع الطالب وخلاني، حتى قلت له أنا أستاذ وهذا الطالب. أنا أستاذ. سلموا عليك، شكرا لك. بارك الله فيك. نبلغ سلامي لعائلتي إذا تسمح لي. أكيد أكيد. نبلغ سلامي كل لعائلة. أهلنا في بشار. بارك الله فيك. عائلتي سليماني، وإلى خطيبتي بصفة خاصة. وبلا ما ننسى أخوالي ونسابي. بالتوفيق إن شاء شكراً. الله. أمينة، لطيفة جدا أمينة. إلى اللقاء إن شاء الله. المرحلة الثانية هي مرحلة جمع الأموال، راح تكون مع موسى وحسيبة. أبقوا معنا في الجزء الثاني بعد قليل. إذا أردتم المشاركة في برنامج اختر سؤالك، اتصلوا عن طريق الرسائل القصيرة SMS على الرقم 63 033. مرحبا بكم إلى الجزء الثاني من حلقة اليوم ضمن برنامج اختر سؤالك. نصل وإياكم إلى مرحلة جمع الأموال. من سيجمع أكبر مبلغ ويروح معنا للنهائي للفوز بالسيارة؟ الفائز معنا الأول أو المتأهل معنا الأول لهذه المرحلة هو موسى معوشي ليمثل ولاية بجاية. تحية كبيرة لموسى. ثم حسيبة بنت الباهية، حسيبة سعلي بنت الباهية وهران اللي تحضر معنا ثاني متأهلة. مرحبا بك، تحية كبيرة لها. وكما جرت العادة في برنامجنا دائما المتأهل الأول هو اللي عنده الأسبقية والأفضلية في اختيار أول لعبة. فماذا تختار يا موسى؟ القناص. تحية كبيرة ليه، وابدأ اللعبة. دقة الملاحظة ثم السرعة في الأداء من أجل جمع أكبر قدر ممكن من المال. دقة ثم السرعة، دقة الملاحظة ثم السرعة. اللعبة فماذا تختار يا موسى؟ القناص. تحية كبيرة ليه، وابدأ اللعبة. دقة الملاحظة ثم السرعة في الأداء من أجل جمع أكبر قدر ممكن من المال. دقة ثم السرعة، دقة الملاحظة ثم السرعة. وتنتهي اللعبة على كم من شيء قنصت؟ 3. 3 يعني 6 ملايين سنتيم، 60,000 دينار جزائري. تحية كبيرة لي، ألف مبروك. حسيبة إليك الآن. أول لعبة تختاريها أنت تبدأي بها هي أخطاء. لعبة الأخطاء. يلا راحوا الأخطاء. أبدأ اللعبة الآن لأنه اللعبة معروفة. دائما نختار الجهة اليمنى ونبحث. انتهى الوقت وما زال العديد من الأخطاء خارج الدوائر الصفراء، بمعنى ما تكسبي معنا ولا شيء في هذه اللعبة الأولى. تحية على التشجيع لها.
نعود لك يا موسى بسرعة البرق. هل يمكن أن تعمق الفارق بينك وبينها؟ هذه فرصتك في اختيارك اللعبة الثانية والثالثة في هذه المرحلة. ثقافة عامة. إلى الثقافة العامة اللي أصبحت بجزئين. انظر لي يا موسى، أنا أطرح لك السؤال ثم أعطيك الإشارة باش تجيك الاختيارات. كم عدد أولاد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كم دولة في العالم لا تطل على البحر؟ ابدأ اللعبة الآن، تجيك الاختيارات. كم عدد أولاد كم الرسول عدد صلى الله أولاد عليه الرسول وسلم؟ صلى الله عليه وسلم؟ كنت كانت 7 أولاد. 7 أولاد. الإجابة الصحيحة هي 7 أولاد. 5 ملايين سنتيم، نصف المبلغ. كم دولة في العالم لا تطل على البحر؟ 26 دولة. إجابتك 26. صحيحة. نعم. 10 ملايين سنتيم، اللعبة كلها ليك. إليك يا حسيبة. واش تختار لنا حسيبة الآن؟ لعبة تركيب. لعبة التركيب أو البازل، جلسة من جلسات القصور العاصمية أو قصور القصبة القديمة، جلسة مسائية وجلسة القيلولة. ابدأي اللعبة الآن. تبعثر هذه اللوحة، عودي ركبيها في وقت قياسي. العدو دائما هو الوقت في هذه اللعبة. تعمق الفارق بينها وبين موسى. هل سيبقى الأمر على ما هو عليه؟ ما زالت كثير من الألعاب. كي نرجعوا بعد الفاصل نتأكدوا من أنه يتعمق الفاصل من سيفوز معنا بهذه المرحلة. ابقوا معنا، نرجع لكم بعد هذا الفاصل. من جديد نعود لكم بعد هذا الفاصل إلى أجواء المنافسة وجمع الأموال. لحد الآن يتغلب موسى بمبلغ مالي مقارنة بحسيبة اللي ما عندها ولا شيء لحد الآن. موسى، وش تختارنا الآن من الألعاب؟ تاريخ. إلى التاريخ اللي هو أيضا أصبح في جزئين، يعني يمكن الحصول على نصف المبلغ. أبقى معي موسى. في أي عام اخترع الأخوان الفرنسيان لوميير أول آلة عرض سينمائي؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني يقول: في أي عام ولد الإمام أحمد بن حنبل؟ يلا بدأ اللعبة الآن، تجيك الاختيارات. خلاص. هذه هي اختياراتك؟ نعم. إذا متأكد نوقفوا توقيت. نوقفوا توقيت، تجي الإجابة الصحيحة. في أي عام اخترع الأخوان لوميير أو الفرنسيان الأخوان لوميير أو الأخوين لوميير أول آلة عرض سينمائي؟ إجابتك أنت؟ في عام 1895. أول فيلم مش أطلقوا على عليه؟ ما أظن هو قطار. لا، أول فيلم هو الخروج من المصنع. صوروا لأول مرة، ماهوش فيلم بمعنى الفيلم الموجود اليوم سيناريو. هو أول أداء نتاعهم كان خروج العمال من المصنع، فسموها الخروج من المعمل. عبارة عن مشهد فقط. عبارة عن مشهد، لكن كان أول ما يعرف شيء مصور. ثم بدأت الكثير، الحياة الباريزية وغيرها. مبروك عليك، ثاني لعبة 10 ملايين سنتيم. بدأت تعمق الفارق، لكن في هذا البرنامج دائما فيه المفاجآت آخر الدقائق كما كرة القدم يا حسيبة، أليس كذلك؟ وش تختارين الآن؟ سياحة. إلى السياحة نروحوا الآن. ادخلي اللعبة، بدأ اللعبة الآن. يبدأ التوقيت مباشرة. فهمناك في اللعبة. إذن في 3 أسئلة، يمكن اختيار الأسئلة والإجابة عليها. كل سؤال يساوي 20,000 دينار جزائري، أو تختاري الخروج مباشرة. الخروج مباشرة يساوي 4 ملايين سنتيم. إذا أضفت لي 3 أسئلة راح يعطيك 10 ملايين سنتيم. إجابتك صح. حسيبة، ما فيش كثير من الوقت. انتهت اللعبة ب6 ملايين سنتيم على الأقل. فهمتي اللعبة أكيد. اختيار صعب، ما فضلتيش أنك تروحي الوقت السؤالين الآخرين، لأنه قضية وقت، والمتاهة تأخذ وقت. شكرا لك، ألف مبروك لك 6 ملايين سنتيم. نعود وإياكم إلى موسى نصل وإياكم الآن إلى سؤال 10 ملايين سنتيم اللي تباع فيه الاختيارات. إذا ما فيش إجابة، وش تختار بين الدين، تاريخ، جغرافيا، فن ورياضة؟ دين.
اخترت سؤال كان يكون من الدين. سؤال الدين يقول: من الخليفة الذي أمر بترجمة الكتب من الفارسية والرومانية إلى العربية؟ من الخليفة الذي أمر بترجمة الكتب من الفارسية والرومانية إلى العربية؟ ومع موجة الترجمة بداية الحضارة العربية الإسلامية تصل إلى أوجها، لأنها بدأت تنهل من الحضارات الأخرى وتنشئ لنفسها كينونة. السؤال يقول: من الخليفة الذي أمر بترجمة الكتب من الفارسية والرومانية إلى العربية؟ هل هو عمر بن عبد العزيز؟ هل هو معاوية بن أبي سفيان؟ هل هو عمر بن الخطاب؟ هل هو المعتصم بالله؟ أو أبو جعفر المنصور؟ هناك قضية الاختزال، نختزل أسماء ربما لا تمت بصلة إلى الفترة التي بدأنا أو بدأ فيها العرب المسلمون. معاوية بن أبي سفيان وعمر بن الخطاب، ونستثنيهم يعني من ديرها الخيار. في ذهنك، فعلى ولكن الأقل هذه مساعدة، رح يتبان لك الأسماء اللي ربما تشك فيها. بقي أبو جعفر المنصور وعمر بن عبد العزيز. وعمر بن عبد العزيز. من والمعتصم على بقى عمر بن عبد العزيز، معاوية بن أبي سفيان، عمر بن الخطاب، معتصم بالله، وأبو جعفر المنصور. قلت لنا حذفوا معاوية بن أبي سفيان وعمر الخطاب. إذا ليس عندي يعني إجابة مؤكدة، ولكن بما أنه ولا بد أن أجيب فأختار أبو جعفر المنصور. سجل عندك يا محمد قاسم، ثبتوا الإجابة على أبو جعفر المنصور، لكن تأكدت لأنه كانت في الخلافة العباسية. نعم. وكنت شك بين خامس الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز أو أحد أبنائه، قلت لي المأمون. عمر بن عبد العزيز ليس من الخلافة العباسية، هو من الخلافة الأموية. الأموية. أما نشك قلت أبو جعفر المنصور والمعتصم، كلاهما كان في الخلافة في الخلافة العباسية. أبو أثناء جعفر إنشاء المنصور. بيت الحكمة. نعم. السؤال يقول: من الخليفة الذي أمر بترجمة الكتب من الفارس ولا عمر بن الخطاب؟ هل هو المعتصم بالله أو أبو جعفر المنصور؟ إجابتك صحيحة، وأبو جعفر المنصور. نصف المبلغ 50,000 دينار جزائري تضاف للمبالغ الأولى، والحد الآن بدأ يتعمق الفارق. هل ممكن تغيير هذا يا حسيبة؟ إن شاء الله. إن شاء الله. يلا اختر لنا من الأسئلة: الدين، التاريخ، الجغرافيا، الفن والرياضة. الفن. سؤال الفن يقول، هو سؤال 10 ملايين سنتيم كما تابعتي معي، لما عندكش الإجابة مباشرة نروح الاختيارات. السؤال يقول: من هو بطل فيلم لورانس العرب؟ من هو بطل فيلم لورانس العرب؟ لورانس العرب، هل هو بداية أوليفير مارتينيز، فرانسوا بريو، بيتر أوتول، جولي دولبي، أو ليز مارتينيز؟ أعيد الاختيارات: من هؤلاء الفنانين أو الممثلين أدى دور؟ هو بيتر أوتول صاحب العينان الزرقاوان المؤدي لدور بطل فيلم لورانس العرب. تحية لي على الشجاعة. نعود بكم إلى أجواء المنافسة، ونبقى في أجواء المنافسة ونروح لموسى من جديد. موسى، حسيبة كل مرة تعمق الفارق، أنت كل مرة تأخذ بهذا باش تعمق الفارق أكثر من حيث المبالغ. يلا، ماذا؟ وش تختار من الألعاب المتبقية؟ الذاكرة. إلى الذاكرة. عندك مجموعة من اللوحات أو كلاك السينما المعروف، بما أنك محب للسينما، كلاك السينما موجود، ألف مبروك. خوفتنا يا موسى، لأنه كنت كل مرة تفوت على نفس الصور وتعاود ترجع لها، ونتأكدوا أنك متأسف لأنك ما رجعتش لها. تحية كبيرة، يفوز ب10 ملايين سنتيم أخرى. حسيبة، نرجعوا لك، وش تختاري من الألعاب المتبقية؟ أشياء مخفية. إلى الأشياء المخفية. منظر على شط البحر، بداية اللعبة الآن راح تجيك. توقف اللعبة كي تبدأ تنقري في أي مكان وتجيك الإشارة الحمراء. جربي حظك في المرة المقبلة. تحية لي على العموم. الجمهور يبقى يشجع حسيبة. موسى، من الألعاب المتبقية. في الحاسوب.
ما فيش ألعاب غير الحاسوب. لعبة سؤال ولعبناها. يلا إذا شخصية. إلى الشخصية. ادخل الشخصية. قبل ما تبدأ تلعبها كي تبدأ أبدأ أعطيني اقتراحات، لأنه نبدأ ب10 ملايين سنتيم وكل 10 ثواني يتغير المبلغ، فأبدأ أعطيني الأسماء اللي تشك فيها. يلا أبدأ اللعبة الآن. من هذه الشخصية التي نبحث عنها؟ حاولنا نغيرها بين الشعر المستعار، بين الشنبات، بين النظارات. 3 ملايين سنتيم. فنان معروف بأداء كثير من الأدوار، هوليوود. ترافولتا، جون ترافولتا. إجابتك صحيحة، مما يعطيك مبلغ 42 مليون سنتيم. تحية لموسى. بينما حسيبة تبقى على 6 ملايين سنتيم. وش تختار لنا من الألعاب المتبقية؟ اسم خفي. يلا اسم خفي. في اسم الحمد لله ما تقعدش في قلبك. ما قاعدش في قلبي. ومعروف حكاية القرية التي سمعت بنضال هذا الرجل ضد استعمار. تقدير لشخصيته أنه سموه هذه القرية اللي موجودة أمام لاك ميشيغان بأمريكا، ما زالت مسمية لحد الآن الكادر سيتي، مسمية على الأمير عبد القادر. وكل سنة يحتفلوا بذكرى ميلاده وذكرى رحيله، واحتفلوا في السنة الماضية بذكرى مرور 100 سنة على وفاته. تحية كبيرة. اللعبة الآن تجيكم مجموعة من الحروف، ابحثوا لنا الأكبر عدد ممكن من الكلمات، اسمية أو فعلية. المهم أنه هذه الكلمات تكون 3 حروف فما أكثر. الكلمات اللي من حرفين مش مقبولة. اللي يجيب أكبر عدد ممكن من الكلمات هو اللي يفوز بهذه الجولة. وخوخ. 3 كلمات فقط. نعم. ما باغي تأهلكش نزيد للفوز بهذا. جبل ومعليش. معليش، كان عندك متسع من الوقت، وتقريبا هو الوقت نفسه بالنسبة للاثنين. الحروف كانت أمامك فقط 3 حروف. تحية كبيرة لها. يفوز معنا باللعبة وبالبرنامج لحد الآن موسى ب 52 مليون. يحذف منك المبلغ 60,000 دينار جزائري، ما تفوزيش معنا، لكن الفوز الكبير أنه تعرفنا عليك اليوم. شكرا لك. واش تقولي لنا في ختام زيارتك لنا؟ كما قلت الفوز تاعي الكبير اني تعرفت على التلفزه الجزائريه. نشكرك الاخ ريان، والشكر الخاص الى كل عمال الاذاعه اللي نشكركم على الاستضافه. نشكر التلفزه الجزائريه اللي دير لنا العاب حصص كيما هذه. ونأكدوا برك اللي عندك رخصة السياقة. إلى اللقاء. تحيه. معليش. نعم. نجم نقول تحيه. ممكن. تحيه الى الاب شادلي والى الام والى الاخ محمد عبد الوهاب اللي جا معايا. نحيي اخوك اللي جا معك البرنامج. والى عائله سعلي وبالحاج احمد. شكرا لك. الى اللقاء. يعطيك الصحه. الفائز معنا موسى من بجايه. الف مبروك ليك. معلم الابتدائي. قم للمعلم وفيه تبجيلا، كاد المعلم ان يكون رسولا. وطبعا المعلم في الاطوار الاولى اهم، لانه مهمته صعبه اكثر، لانه ينقش في الحجر. أليس كذلك؟ بلى. النقش أصعب من الكتابة على الورق، لأنه من بعد كي يكون عندهم شخصية الكتابة على الورق سهلة. وش قلنا بعد مشوارك هذا كله؟ لحد الآن يعني الحمد لله. راضي ولا جد راضي؟ نشوف فيك ماكش راضي. لا والله راضي. ربما جو الاستوديو أو حرارة الاستوديو. نعم حرارة. أهم منها يا ابني هي حرارة القلب. تحية كبيرة لي. راح نلقاها في النهائي معنا بعد قليل. أنتم في جملة نقول لكم ما تروحوش بعيد، راح نرجعوا لكم بعد فاصل نتعرفوا فيها على النهائي. هل سيفوز موسى؟ هل سيفوز موسى بالسيارة أو لا؟ ابقوا معنا برنامج اختر سؤالك. مرحبا بكم من جديد. حيوا معنا موسى اللي فاز معنا ب 52 مليون سنتيم. ألف مبروك. هذا المبلغ اللي الآن راح نأكدوه إذا تأخذوا كله أو نصفه بعد ما نلعبوا آخر لعبة، أو تفوز بالسيارة الفخمة اللي هي في البرنامج. وش تختار موسى معوشي؟ منين جيتنا بداية نتعرف عليك أكثر من بجاية، لكن من أي منطقة؟ دائرة أميزور ولاية بجاية. درس في الطور الابتدائي. نعم. احنا نحيي التلاميذ تاعك اللي إن شاء الله ياخذوك قدوة ويوصلوا معك لأبعد حد، لأنه وصلت معنا لأبعد حد في البرنامج. لكن أهم شيء أنك تفوز بالسيارة. إلا ما فزت تكون فزت بقلوبنا يعني، لأنه عشنا معك البرنامج كله. 5
أكثر من 5 أسئلة صحيحة راح يعطيك الحق في استرجاع المبلغ كله، تفوز بالمبلغ كله أو بنصف المبلغ، يعني ما تروحش خاسر معنا لأنك رابح دائما. واش تختار من بين الدين، الإفريقيات، الرياضة والدين؟ الثقافة العامة. إلى الثقافة العامة. أسئلة الثقافة العامة معي الآن. نطلب من المخرج محمد وقاسي يعطينا الكرونومتر، وطبعا دقيقة واحدة 10 أسئلة. ما هي العملة المستخدمة في دولة تشيلي؟ بيزيتاس. ما هما المنطقتان المغربيتان اللتان لا تزالا محتلتين من طرف إسبانيا؟ سبتة ومليلة. كم مرة فازت ألمانيا بكأس العالم لكرة القدم؟ 4 مرات. من هو الخليفة الذي كان يعطي لمن يؤلف كتابا وزنه ذهبا؟ المأمون. ما هي المعركة التي سماها المسلمون فتح الفتوح؟ عمورية. ما هي أكبر بحيرة في العالم؟ بحيرة قزوين أو بحيرة فيكتوريا. ما هي السورة التي تقع بين سورتي يوسف وإبراهيم؟ الرعد. ما هي الدولة الإفريقية التي نالت استقلالها عن البرتغال عام 75؟ الرأس الأخضر. ما هي المنظمة التابعة للأمم المتحدة ومقرها لاهاي؟ محكمة العدل الدولية. 10 أسئلة، 10 إجابات. كم من هذه الإجابات صحيحة؟ كم من هذه الإجابات خاطئة؟ هل فزت بالمبلغ كله؟ هل استرجعت نصف المبلغ؟ هل فزت بالسيارة؟ هذه كلها أسئلة تجيبنا عنها الإجابة الموالية أو الإجابات الموالية. ما هي العملة المستخدمة في دولة تشيلي؟ قلت بيزو على ما أظن، بيزيتاس ولا؟ لا، البيزو غير البيسيتاس. هي البيزو إجابة صحيحة، أول إجابة صحيحة. البيزو والبيسيتاس وين؟ في إسبانيا. في إسبانيا قبل أن والدول يصبحوا الإسبانية. يورو. ما هما المنطقتان المغربيتان اللتان لا تزالا إسبانيا تحتلهما؟ سبتة ومليلة. سبتة ومليلة. أول إجابة صحيحة. كم فازت ألمانيا بكأس العالم لكرة القدم؟ قلت 4 مرات. هي 3 مرات. من هو الخليفة الذي كان يعطي لمن يؤلف كتابا وزن الرعد؟ إجابتك رابع إجابة صحيحة. ما هي الدولة الإفريقية التي نالت استقلالها عن البرتغال عام 75؟ قلت الرأس الأخضر. هي الموزمبيق. ما هي المنظمة التابعة للأمم المتحدة ومقرها لاهاي؟ محكمة العدل الدولية. 5 إجابات صحيحة. هل تنال نصف المبلغ؟ 52 مليون نقسموها على 2، 26 مليون سنتيم يفوز بها موسى. صح. ويعود بها إلى بلدية فرعون. وش قلنا في الختام؟ بارك الله فيكم على الحصة، والله كانت شيقة وممتعة ومفيدة. واستفدنا واستمتعنا. استمتعنا معك. نعم. ما نخليوش تروح هكذا. 52 مليون نقسموها على 2، 26 مليون سنتيم يفوز بها موسى. صح. ويعود بها إلى بلدية فرعون. وش قلنا في الختام؟ بارك الله فيكم على الحصة، والله كانت شيقة وممتعة ومفيدة. واستفدنا واستمتعنا. استمتعنا معك. نعم. ما نخليوش تروح هكذا، لأنه كاين من يحكي حكاية طريفة. أنت الأول اللي راح تدير لنا شيء طريف في البرنامج، لما لا نختموا به؟ نعم. هواية موسى من بلدية فرعون ولاية بجاية هو الألعاب السحرية. وش راح تدير لنا؟ في الأرض. وللأسف أنا اسمي موسى، ما جبتش معي العصا، عصا سحرية. موسى بالمناديل. يلا أعطيني. كنت أنا راكم تشوفوا يديا فارغين، ندير هكذا وندير بلاصة. وكلمة السر اللي نقولها هي ديك ديكا ديك ديكو. هاوليك لقد سافر المنديل الأصفر، ولازم نبحثوا عليه في هذا المنديل الأخضر. راكم شايفين ما في يدي والو. ديك ديكا ديك ديكو. نعرفوا أبغى. موسى احنا نعرفوا أبراكادابرا. اي كاينين بزاف كلمات سر يستخدموها. كاين سيمبالابي، كاين بزاف.
اذا ساحر ممتهن، تعرف دير غير اللعب، عندك العاب اخرى؟ عندي هذه ابسط لعبه نفتتح بها العروض تاعي. احنا لاننا مبتدئين بديت لنا بالاول. شكرا لك موسى، بارك الله عندك كلمه فيكم. في الختام؟ وبارك الله فيكم، نشكركم كل طاقم انت صرت برنامج. او اشهر واحد، موسى هو اشهر واحد في بلديه فرعون في ولايه بجايه. نعم. شكرا جزيلا بارك الله لك. فيكم، شكرا لكل طاقم هذا البرنامج، على رأسهم الأخي ريان والمخرج والمصورون وكل الحاضرون والمشجعون. بارك الله فيكم. وانا بالنيابه عن الجميع نشكرك انت ونشكر كل المتنافسين اللي كانوا معك. جمهورنا الكريم، نودعوكم على امل لقائكم في الحلقه المقبله ان شاء الله. نستمتع دائما بمعرفه اروع المتنافسين من الجزائر الحبيبه. الى اللقاء.